السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم حنقرأ سورة الإخلاص وننوه على الأخطاء الشائعة اللي بها إن شاء الله لتعم الفائدة على الجميع. بس حنقراها بالبداية كاملة وبعدين آية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هسه إن شاء الله حنرجع آية. أول شيء البسملة، ما نقول بسم الله الرحمن نسوي الكسرة مال الرحمن نسويها ضمة، لا، الرحمن الرحيم. زين. قل هو الله أحد، هذا الدال يما نوقف عليه لازم نسمع روحنا نقول، ما نقول قل هو الله أحد نسوي ت، أو نقول قل هو الله أحد ونسكت، يعني ماكو لا د ولا ت. الت ما يصير خطأ ونسكت عليه، ما نطلع الدال هم خطأ، لازم ننطق دال د. نقول قل هو الله أحد د، نقول د. تمام. هذا لفظ الجلالة الله هنا، مو نقول قل هو الله الله، لا. ليش الله هنا؟ هاي قاعدة إن شاء الله تفيدكم حتى من تقرؤون بالبيت. لفظ الجلالة هذا الرسم القرآني إذا تشوفوه بلفظة نوعين، لفظ نقول الله ولفظ نقول الله. إذا كان بس نفس الكتابة تشوفوها، إذا كان قبل لفظ الجلالة فتحة، يعني هاي الواو عليها فتحة، أو ضمة نقول الله. إذا كانت قبل لفظ الجلالة كسرة نقول الله. تمام. تشوفوا بالقرآن الكريم متكرر هواية. قل هو الله أحد. زين، نروح على الآية اللي بعدها. لما طبعا الله سبحانه وتعالى من نبدي بلفظ الجلالة رأسا نقول الله، يعني نبدي بلفظ الجلالة نقول الله، ما نقول الله الله الصمد، لا، نقول يعني شلون دي تسا قلنا قبل إذا مفتوح أو مضموم نقول الله، هنا إذا نبدي به هم نقول الله. شلون نقول الله الصمد، الله الصمد. الد دائما نطلعها مال آخر الكلمة، هاي مال الصمد كلهن بهن دالات. تشوفوها سورة الإخلاص. طبعا هاي بعض الروايات تقول تعادل قراءتها ثلث القرآن الكريم. لم الآية اللي بعدها لم يلد، هذا الدال الوسطي، لم يلد ولم يولد. طبعا هذا حرف الدال من حروف القلقلة. إن شاء الله إذا الله يوفقكم تتعلمون أحكام التلاوة 5 حروف القلقلة، هذا مو موضوعنا. لم يلد ولم يولد. د دائما اسمع روحك تقول د، لا تقول ت. يولد لا، ولا يولد وتسكت، لا، يولد د. ولم يكن له، هنا النون ويا اللام ادغام، يعني رأسا لسانك من الضم هاي مال الكاف على اللام المشددة، تقول ولم يكن له كفو. هاي المد له نانا، شوفوا هاي الواو الصغيرونة هاي ننطقها. ولم يكن له كفوا. طبعا هاي الكلمة هواية يخطئون بها، ما تقول كفوا أحد، لا، تقول كفوا، كفوا. لا تنسوها، ركزوا عليها إن شاء الله. أحد ولم يكن له كفوا أحد. هعيدها كاملة إن شاء الله لتعم الفائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسأل الله القبول والتوفيق إن شاء الله.